السلام عليكم. حاجة بس ما اتكلمش عليها في الفيديو اللي فات. امبارح عمرو الدرديري المتحدث الرسمي السابق لنادي الزمالك نزل خبر على صفحته الرسمية بيقول ايه بقى؟ بيقول ان صحيفة ماركا الاسبانية بتقول ان ليونيل ميسي وانتر ميامي هيلعبوا فريق موجود فنيا. طب يا عم صباح الفل، لو اللي بيتكلم عاقل المستمع مجنون، ولا اللي بيتكلم مجنون المستمع عاقل؟ معرفش المثل بيتقال ازاي، بس صباح الفل. يعني انت عايز تقنعني ان صفحة زي ماركا الاسبانية اللي من عندها ارشيف عن الأهلي المصري بس، ولو دخلت كده كتبت في الصحيفة أو دخلت كتبت في الموقع كلمة الأهلي المصري بس، هتلاقي أرشيف كامل للنادي الأهلي، هتلاقي فوق 100 خبر عن النادي الأهلي؟ يسا أنت عبيط، مجهول فنيا إزاي؟ هو أولا الخبر متفبرك، وأنا دخلت بنفسي وبصيت لقيت إن الخبر مكتوب فيه إن إنتر ميامي وليونيل ميسي هيلعبوا ذا كينج أوف أفريقيا، اللي هو ملك أفريقيا، اللي هو النادي الأهلي. أنت بتقنع مين؟ أنت بتسوق مين؟ طيب يعني لو أنتوا مثلا زملكاويه مش بيفهموا، احترموا عقولنا إحنا. يعني لو اخواتك الزملكاويه مش بيفهموا، احترم عقولنا احنا، احترم ان احنا ممكن نشوف حاجه زي كده. بتفبرك ايه يا اسطى؟ كان اهون عليا تقولها انت من نفسك في بوست عادي، رايك الشخصي عادي. يا عم قول ان الاهلي موجود فنيا، رايك الشخصي، اي حد ليه راي، لكن ما تقولش على لسان حد. صحيفه ماركا الاسبانيه دي بتنزل اخبار عن الاهلي، اكيد مش هقارنها بانديه اوروبا او انديه اسبانيا عموما، بس انا بتكلم في فكره ايه اللي هو لا، صحيفه ماركا الاسبانيه منزله اخبار كتير جدا عن الاهلي. ومش عايز اقول لك ان ايام ما كان الاهلي بيلعب ريال مدريد في كاس العالم للانديه، صحيفه ماركا الاسبانيه منزله حوالي 4 أو 5 ارقام، ومنزله روبورتاج كامل عن النادي الاهلي والتشكيله وغيره وغيره. صحيفه ماركا برضه. انت يا اسطى عبيط، والله بجد. غير كده الناس اللي بتروج له بقى، اللي هم الزملكاويه اللي بيروجوا له او بيقولوا ده كذا كذا. طب يا جماعه ادخلوا دقيقتين دقيقتين عقل، دقيقتين شغلوا دي ربنا اداها لنا عشان نشغلنا دقيقتين بس. روحوا بصوا. بجد والله العظيم ما بقيت متخيل ولا فاهم كمية الكراهية والحقد ده. يعني أنا مش هنسى في يوم إن أيام ما قفشة كان عامل احتفال عفشة، كلنا عارفين إن قفشة على الله، فقفشة جاب جون فعمل لك الحركة دي اللي هي بتاع هيتلر دي. فلا، راحت جماهير الزمالك واخدة الصورة بتاعته وراحت بعت على موقع الفيفا ده بيعمل حركة هاي هتلر بتاع النازية ده. انتوا مجانين. هو الحقد وصل بيكم للدرجة دي؟ يا اسطى بالله عليكم، يا جدعان دي كورة. يا جدعان الافتراء والكذب ده، ما هو انت بتقول ان انا بكذب في الكوره، لا ما هو كذب محسوب عليك والله. هو انت فاكر ان انت لما تكذب في الكوره يعني كده مش هتشيل ذنب؟ نتحرى الدقه شويه، نشغل دماغنا شويه اللي ربنا وهبها لنا دي، مش حاططها لنا كده طزينه، يعني لازم نشغلها يا جدعان. يا جدعان